كيفكن يا أصدقاء؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أصورلكم كمان طريقة تخزين المكدوس، كيف أنا عم بعمل المكدوس. تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عندي هون تقريبا 10 كيلو من الباذنجان حبته وسط. كل حدا فينا طبعا بيساوي المكدوس حسب حاجته. أنا هون تقريبا جايبة 10 كيلو من الباذنجان. قايمة أنا هون العرق الأخضر مثل ما انكم شايفين. راح احط المي على النار. بعد ما سخن عندي المي راح انزل الباذنجانات بقلبهم، وراح احاول احط شي تقيل فوقهم كمان حتى ينسلق عندي الباذنجان كلياته نفس المستوى مثل ما راح تشوفوا معي هلا. بنحط شي فوقهم وبس بلش المي تغلي عندي هون. طبعا كل شوي لازم حركهم كمان واتفرج عليهم اذا صاروا او لا. مثل ما انكم شايفين بنحاول نمسك الباذنجان نقرصهم. لازم ما تغلي عندي كتير، ما ينسلق عندي الباذنجان كتير. طبعا بنعملها نص سلقة. وهيك انا نزلتهم وهلا رح كت عليهم مي باردة، هيك بيبردوا عندي بسرعة وفيني اشتغل فيهم كمان. وهلا رح نقمع المكدوسة مثل ما انكم شايفين. نقمع الباذنجان وراح نحط ملح جواتهم، تقريبا ملعقة صغيرة ملح بنعبيهم لك الباذنجانة. راح نصفهم بقلب المصفاية. بعد ما نصفيهم كلياتهم راح نحط شي تقيل فوقهم كمان حتى ينزل منهم كل المي الموجود بقلبها وتنشف عندي الباذنجان. لأوصل أنا لهاي المرحلة تقريبا أخذ معي 3 أيام. لازم كل مرة نتفرج عليهم ونطلع عليهم كمان الناشفين نقيمهم حتى أوصل لهاي المرحلة. شايفين الباذنجان عندي محلى صاير ناشف ما فيه مي. هلا رح ننتقل للحشوة. عندي هون تقريبا 4 رواس من الثوم، وبيلزمني لكل 10 كيلو من الباذنجان تقريبا كيلو جوز. راح احطلن، راح اضربهم على الخلاط. راح اضربهم على الخلاط مثل ما قلت، وراح افرمهم بشكل وسط، مو ناعم، لا لازم يكون وسط معي مثل ما انكم شايفين. ودبس الفليفة طبعا كمان عملته على ايدي انا هون. ومثل ما قلت لكم دبس الفليفة انا عملته على ايدي كمان. جبت تقريبا 15 كيلو، نشفتهم وضربتهم على الماكينة، طلعوا عندي هون تقريبا كيلين. وهلا راح اخلط المواد كلياتهم مع بعض. عندي هون الثوم والجوز، راح اضيف هون هلا دبس الفليفلة كمان. وما ننسى نضيف الملح، ضفت تقريبا ملعقتين، ما نكتر ملح حتى ما يطلعوا معنا مالحين كمان. عم اخلطهم مع بعض. وهلأ صاروا جاهزين حتى نبلش بالمكدوس ونحشيهم. شايفين قلب الباذنجان معي شلون هو ابيض كتير حلو، ناشفين ما فيهم مي ابدا. هلأ راح احشيهم مثل ما انكم شايفين. نحشيهم حسب بتحبوا تحشيهم كتير، حبوا تحشيهم قليل، كيف ما بتحبوا بيصير. وهيك بنبلش فيهم حتى تخلص معنا الكمية كلياتها. بنصفهم بقلب جاط. وهيك انا خلصت حشي الباذنجان. هلا رح بلش صفهم بقلب القطرميز اللي بدي اياه، صغير او وسط حسب ما بدنا. وبعد ما صفهم بقلب القطرميز رح طبهم على وشهم. اذا في لسه سوائل او مي بقلبهم طبعا رح ينزل. انا اخذوا معي تقريبا يومين
حتى نشفوا ما ضل فيهم مي. واخر شي راح اضيف فوقهم زيت الزيتون، كمان راح اتركهم يومين حتى يتجانس عندي الزيت مع الباذنجان وما يفور عندي الزيت. وهيك بكون انا وصلت لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبولي وانا اكيد راح جاوبكم، وانطروني بفيديو جديد.